ان شاء الله اموت ولا ارجع اليمن. والله نموت ولا نرجع اليمن. اكلين هواء في البلد، يعني دوله لها 7 رؤساء عايشين في الخليج، مش موجودين في اليمن حاليا مش موجودين. نحن اكثر شعب مظلوم حاليا مع الشعب السوري، وكوننا بنطالب بحقوق بسيطه، خصنا غير اقامه وعيشه كريمه وبس. جل القرارات علينا، ايش الذنب اللي اقترفناه؟ الله كريم رب العالمين، بس يحب عبده شنو؟ يبتليه. الشعب والله تحت خط الفقر، ليش الكذب؟ احنا نكذب على ارواحنا ليش؟ الشعب والله بيدور اكثر شيء، ما قلت يومه كان صعب، يعني كنا من قبل مرتاحين، يعني ما تهم لقمة العيش، الان لقمة العيش صارت صعبة وكمان ضغوط حرب. نفس السؤال هو يوجه عليه فعلا، بغض النظر عن الحرب، يعني الان الثانية اللي جات علينا من جديد، فعلا الان الشعب اليمني يعتبر تحت خط الفقر، يعني تقريبا يعتبر المرتبة الأولى في الوطن العربي. كوبين نكبة احنا، يعني ما ادري هل هي لعنة كتبت علينا او ايش بالضبط، فما نقول الا الله يعين وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا كاتب لنا الاخر ان شاء الله. ان شاء الله بعد هذا اللي عانيناه كله في الدنيا ان شاء الله حقنا الاخره. اجازينا بهذيك فعلا ان شاء الله. ولا تقنطوا من رحمة الله. ان شاء الله اموت ولا ارجع اليمن. والله نموت ولا نرجع اليمن. فالوضع جدا صعب. يعني اليمن مصنفة كدولة آمنة، وحكامها والمسؤولين والوزراء الرؤساء 7، يعني دولة لها 7 رؤساء عايشين في الخليج. مش موجودين في اليمن حاليا مش موجودين في اليمن، يعني مش موجودين في اليمن، اللي في الرياض واللي في دبي واللي في عمان واللي بيحكمنا، يعني احنا مش عارفين من بيحكمنا. الحكام انفسهم لاجئين في دول الخليج، بأموال الشعب، والشعب اكلين هواء في البلد. يا حي، في واحد يمني نزل فيديو قال لك يموت ولا يرجع اليمن، وابن المعنقرة فاعل علم الوطن اليمن هذا، فكرت يقول لك ويموت ما يرجع اليمن. ما رفع راس الكرة الأرضية كاملة إلا اليمن، وهذا ابن الذين قال لك يموت ولا يرجع اليمن. صح إن احنا في أزمة وحصار وهذا، مهما كانت الظروف قاسية، ولكن نفتخر ببلادنا ونموت داخل بلادنا. والله العظيم لو ربطنا على بطوننا حجاء ولا أجي مثل هذا العين يبيع الوطن. وفوق هذا فاعل العلم فوق راسه، يعني فاعل العلم فوقه، يقول لك يموت ولا يرجع اليمن. عليكم الله، انا داري انتم هؤلاء متحولين زي ما مهند انا انيت عاهل. وليش خرجت تصب ما كنت دول البلاد؟ ما نعترف بك انك يمني يا ابن الزنا، ما نعترف انك يمني ولا انت مننا على وجهك. يلا خلي